السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهاردة على قناتي، طبخة خفيفة. هنعمل مع بعض صينية سردين كده في الفرن، حاجة كده تحفة. قبل ما نبدأ الفيديو يا حبايب قلبي، نسمي الله ونصلي على رسول الله وندخل على الفيديو بتاعنا على طول. معانا هنا الدقة بتاعة السردين أو دقة السمك. توم على فلفل أخضر وفلفل أحمر، ضربتهم كده في الكبة. بس هنا طبعا هزودهم شوية توابل. ومعايا كمان شوية خضار، طماطم وليمون وبصلتين كده وفلفل أخضر وفلفل أحمر، ومعايا جزراية. ومعايا نص حزمة كده من الشبت والبقدونس الأخضر أو الكزبرة الخضراء. السردين بتاعنا بقى أنا منضفاه كويس جدا زي ما انتم شايفين ما شاء الله. شايلة كل حاجة فيه، وغسلاه غسلة محترمة، وكمان مصفياه. ودلوقتي بقى الدقة بتاعتي ديت، أنا وقت ما بضربها في الكبة بعمل كمية منها يعني، واشيلها في برطمان واحطها في الفريزر. ودلوقتي بقى وقت ما بحتاج بطلع منها كده بالمعلقة أو اتنين، وبزودها شوية توابل. فأنا هنا حطيت بابريكا ورشة كده صغيرة من الفلفل الأسمر، ومعلقة من الكمون. وظبطت طبعا الملح، ونزلت كده بعصير ليمونة، ومعايا كمان معلقة صغيرة كده من الخل. هقلب المكونات دي كلها. وبما ان بقى السردين بتاعنا هنا النهاردة حجمه كبير شوية، فانا هبدأ امسك كل واحدة كده احشيها من جوه واغلفها من بره كده بالتتبيلة الجميلة اللي احنا عملناها دي. لو السردين بتاعك صغير ممكن هتحطي عليه تتبيلة كده وتقلبيه بالراحة خالص عشان ما يتهريش منك، وهتسيبيه بقى. دلوقتي انا خلصت الكمية كلها، واتبقى معايا كده زي معلقة صغيرة من التتبيلة، هستخدمها طبعا مع الخضار. هابدأ دلوقتي أقطّع بقى الخضار معاكم. وطبعًا الخضار تستخدمي الخضار اللي أنتِ عايزاه. يعني ممكن تستغني عن الفلفل الألوان، وممكن تحطيه في حاجة طبعًا حسب حريتِك يعني. وممكن كمان تزوّدي عليها شرايح رقيقة خالص كده من البطاطس، بس أنا بصراحة مش باحب البطاطس مع الأسماك خالص. فأنا هنا هاستكفي بالفلفل الألوان والفلفل الأخضر، ومعايا كمان بصلاية، وطبعًا الكمية حسب رغبتِك برضه. باقطّع الخضار بتاعي شرايح رفيّعة خالص، لإن طبعًا السردين مش بيستحمل يعني ما بياخدش وقت في التسوية، فعشان كده تقطّعي الخضار بتاعِك شرايح رقيّقة. يا ريت حبايب قلبي اللي يشوف قناتي لأول مرّة ما ينساش يضغط لي لايك للفيديو، وكمان اشتراك في القناة، ويفعّل لي زر الجرس علشان يوصله أي فيديو جديد بانزّله. هنا قطّعت طبعًا الفلفل والبصل وكمان الطماطم، وقطّعت كده كام عود من الكزبرة الخضرا، وكمان بشرت كده جزراية. جبت بقى الصينية اللي أنا هادخّلها الفرن، ونزلت فيها كده بالخضار اللي معايا. بسم الله ما شاء الله، الخضار لونه حلو جدًا. نزلت كده بالمعلقة اللي كانت فاضلة من التتبيلة، وهازوّد عليها رشة من الملح والكمون، ورشة صغيرة كده من الفلفل الأسمر، وكمان هاعصر ليمونة. وهابدأ أقلّب الخضار بتاعنا كده مع التوم بالتوابل اللي إحنا حطيناها. هاوزّعها كده بقى في الصينية بحيث إن أنا أعمل فرشة كده. بس هنا أنا زوّدت كمان بصلاية وطماطماية. وهابدأ بقى أجيب السردين بتاعنا أرصه كده واحدة جنب واحدة، بشكل يعني يكون كويس. الطريقة دي سهلة وبسيطة جدًا، وطعمها بصراحة تحفة خالص. معايا بقى هنا شرايح ليمون، هابدأ أحطها كده على وش السمك، وطبعًا برضه عصرت ليمونة كبيرة كده على السردين بتاعنا. وهانزل كمان بمعلقتين 3 من الزيت.
كده خلاص صينية السردين بتاعتي بقت جاهزة اللي هي تدخل الفرن. هدخلها الفرن على درجة حرارة 200، وطبعا هتغلي وهتستوي وهتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بسم الله ما شاء الله، شكلها حلو جدا. هزين بس وش الصينية كده برشة كده من الكزبرة. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. طبعا بعد ما استوت شغلت عليه بس الشواية من فوق، اخد لون خفيف كده من فوق علشان طبعا ما ينشفش. عملت جنبه طبعا شوية رز ابيض كده. هبدأ بقى اخرج معاكم شوية سردين. بسم الله ما شاء الله، طعمه وريحته جنان. كله بقى كوم، والدقة اللي تحت ديت كوم تاني. بيبقى طعمها جميل جدا. تاكليه بقى بعيش، تاكليه برز ابيض، زي ما انت عايزة. السردين بتاعنا مستوي خالص زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. لونه ابيض وتحفة وجميل جدا، ومش بياخد اي وقت خالص في الفرن. جميلة جدا، لونه ابيض كده وتحفة خالص. اتمنى حبايب قلبي الفيديو يكون نال اعجابكم، وما تنسوناش من اللايك والشير وسبسكرايب للقناة. بحبكم كتير كتير قد البحر وسمكاته. اسيبكم على خير واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.